الحلقة السادسة من رواية الاختلاس. خفتم من الاعتراف بالخطأ وأنكرتم وجود الخطيئة في مجتمعنا المحافظ. حسنا، اذهبوا إلى المحاكم واسألوا عن البيوت التي خربت بسبب الخيانة في هذا المجتمع المحافظ. ادخلوا السجون، اسألوا المراكز الاجتماعية، اسألوا أهل الاختصاص والعارفين بالأسرار. تجدوا أن الخيانة أخطر مما تعتقدون وأبعد مما تكتبون. أنتم لا تعلمون أسرار البيوت وأسرار الخادمات في البيوت وأسرار السائقين والخدم مع ربات البيوت. تكذبون على قرائكم وتقولون تحقيق جريء يكشف معلومات جديدة للمرة الأولى عن الخيانة الزوجية، ثم لا نجد معلومة تستحق أن نقرأها، إذ تذكرون أن العلة موجودة في مجتمعنا، بل هي متفشية في المجتمعات الغربية وحدها. لا أكتب لكم من أجل ذلك فقط، لا أكتب كي أقول أن الخيانة موجودة برغم أنفك وأنفي، بل أكتب وقد تجاوزت عقدة الاعتراف بالخطأ كي أطلب إليكم أن تبحثوا عن الأسباب. ليست الخيانة هي المشكلة، بل إخفاء أسبابها هو المشكلة. فما أراه أنا الزوجة والأم أن الخيانة ليست جسدا يخون الجسد، بل تلك نتيجة لا أكثر. الخيانة الحقيقية تكون في السبب الذي يدفع إلى فعل الخيانة، لا الخيانة ذاتها ولا الفعل ذاته. الخيانة ليست من فعل الخطيئة، بل هي السبب الذي يقود إلى هذه الخطيئة. فلماذا لا تعترفون بها؟ ألم يكن ذلك أولى من أن تنكروا ما بات داء مستشريا بيننا برغم إسلامنا ومحافظتنا؟ نعم، هو داء مستشر بيننا، ولن نفلح في العلاج إن لم نعترف بالخطأ. لن تخفوا الحقيقة، لكنكم تقدرون إن كنتم أمناء على البحث عن الأسباب، وهذا دوركم وواجبكم. انظروا من عند حافتكم الهشة إلى الشارع، وانظروا إلى ما يدور في الأسفل. ابحثوا بلا خوف في طرقاتنا المعتمة، التقوا نسائنا واسمعوا الحقيقة، انشروها كما هي إن أردتم الإصلاح وأخلصتم بالنية. تحقيقكم الهش عن الخيانة الزوجية كشف ضعف إدراككم بما في مجتمعنا من داء، كشف عن صمتكم على قذارة تزحف بقوة على ثيابنا البيضاء. إن أردتم أن تروا الخيانة فابحثوا حيث ينبغي البحث، ولا تقولوا إننا بلا خطيئة. فإن كانت الخيانة مصيبة فالسكوت عن سببها مصيبة أعظم. وما المخطئ اليوم سوى صمتكم؟ يجب أن نعترف أننا اليوم كل يتخبط بين الطهر والدنس. ربما لا تعرفون أو لا تريدون أن تعرفوا كم تتجاور سبحات الصلاة في حقائب نسائنا مع حبوب منع الحمل، كم تتجاور في جيوب الرجال أعواد السواك مع الواقي الذكري. هل تريد تناقضا أعظم من ذلك؟ التناقض نفسه نتيجة، فأين هو السبب؟ في بيوتنا آلاف النساء مثلي تداعبهن أصوات الخيانة كل يوم، وهن نائمات أو يتأهبن للصلاة. كلنا ننتظر أملا قد لا يأتي، أو خطيئة لا نعرف متى ستلتقطنا بنيابها، وقد تهيأت لنا الأسباب. أنتم لا ترون ما نراه نحن الساكنات وراء سوادنا، أنتم لا ترون ما نراه نحن الساكنات وراء سوادنا، ولا ترون كم من الأسباب تدفعنا إلى الخيانة من وراء غطائنا. لسنا ناقصات عقل ودين، بل أرواح في أجساد ضامرة من العطش إلى لذة برمت منها ظلما.
لكن أن تعرفون ذلك في عتمة الحضارة التي تعيشون فيها. لكل إنسان تجربته، لي تجربتي، لكل صديقاتي. لنضيف جديدا لو قلت إن الخيانة قد هدمت من البيوت أكثر مما تظنون، أن ما بقي من البيوت الواقفة نساء متكسرات أكبر من قدرتكم على عد شظاياهم المتناثرة في كل مكان. قد تكون هذه أول مرة أكتب فيها رسالة لمجلة أو لرجل إعلام، وربما تكون الأخيرة، لكني أحببت أن أكتب لمن وضعت ثقتي به دوما، ولا أتمنى أن يخيب الظن بي. أرجو أن لا أكون قد أطلت، لكني حاولت أن أوضح ما خفي عنكم، ولكم نشر رسالتي إن ارتأيتم ذلك أو أن تغضوا النظر عنها. لكن اعلموا أنكم تحملون أمانة من الله، فأدوا الأمانة على أكمل وجه، واتقوا الله في عملكم. ولكم خالص التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سارة. استغرقت الرسالة أكثر من ربع ساعة، ويا لها من ختام حار لهذا النهار. بالنسبة إلى رسائل القراء، يطمح كل رئيس تحرير إلى قراءة ما يرضي غروره من مديح وإطراء، سواء لما يكتبه هو أو لما ينشر في مجلته. حتى أولئك الذين يدعون أن صدورهم مرحبة يتقبل الرأي الآخر. تزعجهم كثيرا تلك الرسائل التي لا تتفق مع رأيهم، ولن يكون هشام استثناء. التواصل عبر الرسائل بين القراء وكتابهم ليس من مسألة شائعة في أدبيات الصحافة السعودية أو العربية بصفة عامة، ذلك أن الكتاب يرون أنفسهم دوما فوق المجتمع، تحت عرش الله بقليل، وهشام هو مزيج من كل ذلك. لكن إذا كان هشام صورة نمطية متكررة لكل رؤساء التحرير الآخرين المتعالين والمسكونين بالخوف، فإن سارة تختلف عن كل القارئات اللواتي تتوالى رسائلهن بالعشرات إلى مكتب هشام كل يوم. فقد اعتاد هذا الأخير نوعين من الرسائل، وإما ما يدينه بسبب تشجيعه المرأة على رفض الظلم وحثها على المطالبة بمساواتها مع الرجل. رسالة سارة كانت من النموذج الأول الذي يغرد خارج السرب، بل ويسير في اتجاه ما كان هشام يعرف وجوده أساسا في المجتمع ينتمي هو إليه أيضا. الثلج لا يزال يتساقط وراء نافذة وسط الظلام، وهشام يضع رأسه على راحل يده وهو يفكر كيف تلتقي رسالة سارة القوية والجريئة مع احتجاج الرقيب في يوم واحد. الرقيب غاضب بنشر موضوع عن الخيانة الزوجية لأنه يرفض الاعتراف بوجودها في مجتمع إسلامي، وسارة غاضبة من نشر موضوع سطحي وتعمده إخفاء الحقائق في هذا المجتمع الإسلامي. التناقضات التي هرب منها هشام تطارده إلى لندن، فتلتقي الأضداد على مكتبه. التناقضات التي هرب منها هشام تطارده إلى لندن، فتلتقي الأضداد على مكتبه. من المخطئ؟ من المصيب؟ سارة أم الرقيب؟ يرفع هشام نظره إلى الرقيب الذي يتراءى له جالسا قبالته. ينهض ويضع أمامه رسالة سارة، ثم يلتقط معطفه ويطفئ الضوء ويغادر. يعود بعد لحظة ويشعل الضوء جديد كي لا يبقى رقيب في ظلمته ويقرأ الرسالة التي أمامه. ومن جديد يغادر هشام إلى أصدقائه. شيء واحد تمناه تلك اللحظة، لو إن إيزابيل معه هذا المساء. من كل كلمات السخط التي سطرتها سارة في رسالتها لم يتبقى في ذهن هشام سوى تخيل جمال سارة نفسها، ونقطة أخرى هي قولها لي تجربتي. تساءل هشام، هل قصدت أن لها تجربة مع الخيانة؟ كيف؟
ومع من؟ ليس هو الفضول ما يحرك هشام، بل هو الأمل مرة أخرى. ففي رأيه أن من تخون مرة ستخون دائما، وقد يأتي دوره يوما ولو كان في لندن. لعل الأمر يبدو جليا الآن، أن العفن الفكري تصعب إزالته في بضع سنين. ذلك ما يعكس بوضوح أفكار هشام. ولو عرفت سارة أنه يفكر على هذا النحو ربما ما كتبت إليه. رغم أن سارة أخفت هويتها، إلا أن رسالتها كشفت عن جرأة كبيرة، ربما ما كانت لتتردد في كشف الكثير عن نفسها. لو كانت متأكدة أن رئيس التحرير سيأخذ رسالتها على محمل الجد، ويحاول من خلال موقعه أن يكون على القدر نفسه من الجرأة والمسؤولية. سارة أثبتت أن المرأة غالبا ما تكون أكثر قوة أمام الصعاب والضغوط النفسية التي تتعرض لها من قدرة الرجل على تحمل ذلك، حتى رئيس التحرير نفسه. لكن المرأة لا تكشف عن قوتها وقدرتها على التغيير إلا عندما تبلغ ثورتها حدا يصعب تجاهله. لكن كيف تعريف القدرة على التغيير في مجتمع هادئ بطبعه؟ وكيف يمكن للمرأة أن تعبر عن ثورتها في مجتمع يرفض الأصوات العالية؟ يبدو السؤال محرما وممنوعا، ربما يتطلب زمنا للصفح عنه. لكن المشكلة أن الرجال في معظم الأحيان لا يرون عمق البحر، وكثيرا ما ماتت الأمواج الغاضبة في رحلتها إلى السطح، فلا نرى على صفحة الماء سوى دوائر خفيفة كشاهد قبر على ثورة ميت. غير أن الحرية نفسها لا تموت، فهي خالدة وأبدية، لكنها ستتطلب زمنا آخر كي تصل إلى السطح. لم يكن هشام يتوقف كثيرا عند رسائل القراء، ومعظمها لا يعلق بذهنه. لكن منذ مساء البارحة بدت سارة تشغل عقله حتى مع كأس المساء الثالثة. في طريقه صباح اليوم التالي إلى مكتبه عبر مسار مختلف ليس في محاذاة النهر والنورس. تزاحمت الأسئلة في رأس هشام وهو يسير على الطرقات الحجرية العتيقة وسط بيوت بني بعضها منذ أكثر من 500 عام. كم امرأة عاشت هنا؟ ذلك البيت الجميل الذي هناك، ترى كيف كانت سيدته الأولى؟ كان يتساءل. يدخل زقاقا ضيقا، وسؤال آخر يتبعه: كيف كانت حال النساء في هذا الشارع الضيق قبل 500 عام؟ حسب تسارع الزمن ونسبية أينشتاين وجاذبية نيوتن ومبادئ روسو عن الحرية والمساواة، وحسب ثورات المتشددين في مجتمعنا، وخطيب المسجد المجاور الذي يرفض قيادة المرأة للسيارة وعطرها وكعبها العالي، فإن حال النساء في هذا الزقاق الضيق في لندن قبل 500 عام تشبه كثيرا حال سارة اليوم. عاد هشام يفكر فيما قصدته كاتبة الرسالة بقولها لي تجربتي، ثم أخذ يفكر في وصفها للخيانة، أنها ليست جسدا يخون الجسد، تلك نتيجة لا أكثر. الخيانة الحقيقية هي في السبب الذي يدفع إلى فعل الخيانة، الخيانة ذاتها ولا الفعل ذاته. لكن وهل أحد غير الرجال يعرف السبب؟ قال يحدث نفسه، يواصل سيره بهدوء واضعا يديه في جيب معطفه اتقاء البرد. ربما قصدت التحدي أو التحذير أو الاستهزاء، لكن ما قصدته سارة كان أبعد من ذلك. يا لها من امرأة تفكر من جديد والبخار الدافئ في الخارج من فمه وأنفه يسبق خطاه. مع من ارتكبت سارة الخيانة يا ترى؟
من ذاك الذي تمتع بها؟ هكذا وجد نفسه مهتما، ليس بمضمون الرسالة بقدر اهتمامه بتجربة كاتبة الرسالة مع الخيانة. يريد أن يعرف أكثر كيف ولماذا ومع من تلقاء نفسه افترض هشام أن سارة صاحبة التجربة من مجرد كلمة عابرة أو جملة لعلها ما قصدت منها شيئا. بالنسبة إلى هشام وكرجل من المجتمع ذاته، فإن أي امرأة تلامس الخطوط الحمراء لن تكون بعيدة عن أي تجربة حمراء، ولن تشفع ثقافة رجل مثله لامرأة مثلها أن تكون كغيرها من النساء لعاب ليل بين ليلة واحدة فقط. لكن أهذا صحيح؟ تذكر هشام يوم كان شغوفا بالاكتشاف في أيامه الأولى رئيس تحرير. في تلك الفترة كان فهم المرأة يستعصي عليه، أو هكذا اعتقد. اليوم وهو بعد بضع سنوات من التعامل المباشر معها يقف وجها لوجه أمام استعصاء من نوع آخر. هدف أي رجل عاش محروما هو اكتشاف ذلك العالم الأحمر، عالم المخيلة المخضبة بآهات تتلوى اشتهاء. هو ككل رجال بيئته مسكون بهاجس المرأة والجوع إلى لذة لا تنتهي، وهو يجتاز الطريق الضيق، عبر هواء اغتسل بثلج الصباح، فكر كيف كان يستمتع بقراءة رسائل النساء إليه يوم تولى منصبه. ربما كان يتلذذ بعذاباتهم فيتسلل من خلالها كمن يبحث عن فريسة جريحة. كانت تصله كل أسبوع مئات الرسائل البريدية المكتوبة، أما رسائل الإنترنت فقد كانت أكثر من أن تحدد بكمية، وكلاهما وضعته أمام أبواب المرأة فجسها كالآخرين أمام أسرارها وساقيها. رسائل البريد كانت أكثر جرأة أحيانا، خاصة عندما تأتي بلا اسم كامل أو عنوان، لكن الرسائل الإلكترونية كانت هي الأخرى جريئة. قواسم مشتركة كثيرة تربط ما بين الرسائل، أهمها العنف والخيانة والإهمال، أكثرها تتحدث عن قصص الحب الفاشلة، وغالبا ما اعتبرته بعض قارئاته عراب الحب وحلال المشاكل ونصيرهن الأول. فهل كان كذلك حقا؟ ربما ادعى هو ذلك من خلال بعض مقالاته، فقد كان أهم سؤال يوجه إليه هو: هل تؤمن حقا بما نكتبه دفاعا عن المرأة؟ لم يكن له جواب قاطع دوما، إلا إن أراد أن يكذب من فوره فيقول: نعم، هي أفكار أؤمن بها. الحقيقة كانت تبدو أبعد من ذلك في معظم الأحيان، ولعله هو نفسه ما كان يدرك أنه يكذب حتى على نفسه. تتقافز الأفكار في ذهنه ويخطو عبر نسمات باردة تجاه مكتبه. من بعيد يظهر له المبنى الزجاجي للشركة، دقيقتان ويصل، يتلهى خلالهما بفكرة غريبة: نحن البشر نستلذ مشاكل الآخرين، تسعدنا مصائبهم. صدق الكاتب البرازيلي باولو كايلو عندما قال: إن بعض الناس يظهرون فقط في الأزمات ليس لمواساتنا، بل لإظهار تعاطف مسكون بلذة رؤيتنا غارقين في المشاكل. هل الجميع كذلك؟ هشام يعلم أنه ربما كان هو نفسه كذلك، وإلا سر هذه السعادة التي كانت تبدو عليه أمام رسائل المهمومات. مع تكرار الرسائل ذاتها بدأ الملل يتسرب إليه منها، هذا يحيلها على نادية الزميلة المختصة بالرد واختيار ما يلائم وما لا يلائم النشر.
قبل أن يقترب من مكتبه أعاد التفكير، وللمرة الأخيرة فيما قصدته سارة بأن الخيانة تكمن في السبب لا النتيجة. أو تعرف سارة السبب؟ وهل أتاها السبب؟ في المكتب وحيث سوزي والقهوة السوداء تنتظرانه، سأل هشام عما أتاه من رسائل أو اتصالات. كان يبحث عن صوت إيزابيل في فضاءات ذاك الصباح، إيزابيل التي اتصلت البارحة. أتراه نسيته؟ اتصال واحد فقط من مكتب الإعلانات للسؤال عن غلاف العدد القادم. سيعاودون الاتصال مرة أخرى. كان هذا كل ما ينتظره على ذمة سوزي. علق معطفه الصقيع على الشماعة قرب الباب، ووضع جاكيته على المقعد الكبير وراء مكتبه، ونظر إلى الرقيب. كيف أصبحت اليوم؟ قال وهو يسحب رسالة سارة التي تركها أمامه ليلة البارحة. هل قرأتها؟ سألها مستهزئا قبل أن يطوي الرسالة بين يديه ويعود إلى مقعده. اتصل بنادية المختصة بالرسائل، ما كانت قد وصلت بعد. ترك رسالة لها مع موظفة الاستقبال. بعد 5 دقائق تدخل عليه نادية مرتبكة كعادتها. أعتذر عن تأخري، أخبروني أنك سألت عني. دفع لها بالرسالة طالبا نشرها في صفحة بريد العدد القادم من المجلة. إنما انصرف هو يقرأ أوراقا أخرى أمامه. كانت نادية تقرأ الرسالة على عجل، باحثة عن سر اهتمام رئيس التحرير بها واستعجالها نشرها، وهو الذي ما كان يعنيه كثيرا نشر رسالة أيا كانت فور وصولها.